صباح الخير يا شباب. الساعة دلوقتي واحدة ونص. احنا نمنا امبارح الساعة 7 الصبح، فضلنا نتدلع ونتفرج على أفلام وناكل لب وبتاع ونهزر، فنمنا متأخر أوي. بس فنمنا من 7 للساعة 1:30، يعني كام ساعة؟ يعني 5 ساعات 6 ساعات. أنا صحيت بعد 6 ساعات. هصحي بس سيف عشان يقوم ياكل، عشان ده تاني يوم قبل في التحميل قبل البطولة بيوم. احنا حملنا امبارح تقريبا 450 جرام كارب او لا اكتر بكتير. احنا حملنا امبارح فوق 500 جرام كارب صافي، والنهارده تاني يوم تحميل عشان يبقى طالع مليان، خصوصا ان هو هيلعب بادي بيلدينج تحت ال 17 سنة. ايه يا جدعان بقى، عشان في ناس مش فاهمة، احنا مش كنا هنلعب فيزيك؟ كنا هنلعب فيزيك، بس لو ميزانه ما كانش جاب ال60 كيلو. هو قبل ما سافر باسبوع ميزانه كان 65 كيلو، فهو كان بيقول لي مستحيل مع سحبة المية يوصل ل60 كيلو عشان انا تحت ال60. فقلت له لو ما وصلش 60 كيلو خلاص ما تلعبش، نلعب فيزيك. المهم ايه، واحنا في القطر واحنا جايين عم كل شويه يقول لي اشرب ميه، اقول له لا. يقول لي طب انا جعان اكل، اقول له لا. كان فاضل بقى كل شويه يزن عليا، انا عايز اكل انا جعان. وبصراحه كان حقه فعلا. القطر احنا المفروض كنا نوصل الساعه 9:30 الصبح، احنا وصلنا الساعه 2. القطر اتاخر بتاع 5 ساعات. 5 ساعات القطر اتاخر 5 ساعات عشان كان في حادثه امبارح. فحظنا وحش قوي، حظنا نحس يعني. كنت كل شويه اقول لا لا لا، وادي له كل شويه واحده رايس كيك. ما كنتش عايزه ياكل كتير عشان لما يروح يوزن. قلت له مش انت ايش ضمنك؟ قلت له مش ممكن لما تروح هناك تلاقي جسمك 60 كيلو. قال لي يا عم ده انا قبل ما اسافر وزني قبلها باسبوع قبل ما اسحب ميه 65. قال لي مع سحبه الميه قال هبقى 60 كيلو. قال لي لا ما تتظبطش. قلت له يا عم لا، لو اتعملت بطريقه صح هتتظبط. شربته بقى كمية مية 12 لتر مية في اليوم. عارف يعني 12 لتر مية في اليوم ده؟ وشربته كنت بديله ملح، كنت بديله 6 جرام ملح، وكنت بديله 2 فيتامين سي في اليوم، واديت له بقى حاجات تانية كده مش هنعرف نقولها في الفيديو بتنزل برضو المية. وجبت له دلوقتي اديت له بقى دلوقتي فيتامين سي، وجبت له كالسيوم ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم عشان الكرامبات اللي بتجيله، وعشان اعوض المعادن اللي جسمه عمال يخرجها. ده بقول لك في ايام كان بيشرب 12 لتر ميه، في ايام كان بيشرب 10 و9. فكل ده جسمه نزل ميه ومعادن كتيره جدا جسمه محتاجها، فممكن يجيله كرامب. وهو ده اللي بيحصل، هو بيجيله كرامبات. فالنهارده هيبقى تاني. فعشان كده اول لما رحنا لقيته وزن، لقيته كام؟ 60 ونص. قلت له الله يخرب بيتك. قلت له قعدت اقول لك ما تاكلش في القطر. قال لي اعمل ايه يعني، اموت من الجوع؟ قلت له لا بس كنت استحمل. كان فاضل له نص كيلو ويجيب الميزان ال60. قال لك ايه؟ قال لي بص انا مزنوق وعايز اخش اعمل حمام. قلت له خش فضي بسرعه. داخل الحمام خس نص كيلو. بس احنا وزننا على ميزان ما كانش مظبوط قوي، الميزان ده كان بيزود اللعيبه كيلو. فالمهم قلت خلاص هو دلوقتي نزل للنص كيلو بقى 60، هيطلع على الميزان هيبقى مثلا 59. فاحنا كده في الامان. طلع على الميزان بقى اللي هو الدقيق، حتى هوريكم الفيديو. الميزان مش زي الميزان بتاعنا، لا الميزان محطوط على الارض والراجل ماسك جهاز تاني كده، جهاز غريب يعني، ميزان جامد فشخ يعني. طلع ان هو جامد 59 و400 جرام. فهو دي ترتيبات ربنا. انا كنت عامل حسابي على كده. انا قلت هو مش هيجيب ال60 كيلو خالص دي، قلت احنا هنلعب فيزيك، وحتى جايب الشورت بتاع الفيزيك. محدش كان متخيل نهائي ان هو يجيب الميزان ال60 كيلو، ولا انا ولا هو ربنا سبحان الله كده ايه دبرها. هو كده ما شاء الله راكب الميزان، يعني هو جايب اخر ال60 كيلو، هو 9 بالظبط 59 و400 جرام. فما فيش حد تقريبا هيجي اضخم منه، يعني ما فيش حد مثلا، حتى لو حد اكبر منه هيبقى كام؟ هيبقى تحت 60 كيلو برضه، هيبقى 59 كيلو ومثلا 700 جرام. فال 300 جرام دول او النص كيلو دول مش هيفرقوا يعني. فهو ما شاء الله راكب الميزان، هو جايب الاخر الميزان 60 وجرام، ما كانش هيخش الميزان 60 كيلو. عارفين بقى كان هيلعب مع مين؟ هيلعب مع ال 75 كيلو. فطبعا ما كنتش هدخله مع ال 75 كيلو، هو 60 هلعبه مع ال 75 كيلو، فرق 15 كيلو عضلات. فطبعا انا كده هطلعه مسرح يتهزق. فقلنا بس لو ما جابش 60 كيلو هنلعبه فيزيك، وهو ما شاء الله في الفيزيك جامد. قلنا جايب 60 كيلو هيلعب بادي بيلدينج تحت ال 17 سنه.
وهو جاب بالظبط. وفعلا لو كان جاب 60 كيلو وجرام زياده الحكم ما كانش هيرضى يدخلهم في 60، يعني هيلعبوا مع 75 كيلو. فممكن جرام زياده يسوحك، زي تنسيق الثانويه العامه كده، ممكن نص درجه توديك كليه تانية. اللي خصوصا كمان الحكم كان اجنبي، الحكام هناك اجانب ما عدا تقريبا حكم او حكمين، فالحكم بيتكلم حتى مش انجليزي، الحكم بيتكلم حاجه شبه الايطالي او اليوناني، لغه كده اللي هي اللغه الشاطئيه دي، فمحدش فاهمه وبتاع. فطبعا هم عندهم الاجانب الحاجه الصح صح، يعني 60 كيلو جرام كان هيقول له انطر قبلكاش خش مع 75، فاهمني؟ بس واحنا كمان ايه، ده احنا جازفنا احنا. بس في الموضوع كالاتي، النهارده تاني يوم تحميل الساعه 1:30، هيبقى التحميل نفس تقريبا تحميل امبارح، ما عدا بس اختلاف حاجات خفيفه، هيبقى حاجات اخف، رايس كيك ونوتيلا، وهيبقى رز. البروتين هيبقى مش كتير خالص، 50 جرام مثلا مع رز و50 جرام مع بطاطس، ممكن بيض. هننزل دلوقتي نجيب موز عشان الموز اللي هنا خلص، ممكن نجيب نوتيلا عشان برضو النوتيلا هتخلص. المية هتبقى لتر مية بس، امبارح كانت 3 لتر، النهارده هيبقى مية، مش مفيش حاجة اسمها نقطع مية، عشان لو قطعت له مية كمان هيجيله كرامب، هو كل شوية يجيله كرامبات في رجليه، فقطعت له مية بالسلامة كده مش هيجيله كرامب، ده هيرقص على المسرح. فأنا خايف يعني هرقص ما بين لتر مية لتر ونص مية. الصوديوم هيبقى، الملح هيبقى 4 جرام ملح، غير الملح اللي في البطاطس، غير الملح اللي في الرز، برضو عشان ما يجيلوش كرامبات ويبقى فايق ومش دايخ. بس الجو هنا لذيذ، مش الجو مش ساقع، في القاهرة الجو ساقع. بس انا بقى ايه لما اقوم الاقيكم هم نايمين، المشكله بقى ان ايه يعني اللي يضحك ان هم في اوضتهم فيهم سريرين، سرير يمين وسرير شمال، بصحى لقيتهم هما الاثنين نايمين جنب بعض، مقتولين محدش، كانهم واخدين الفستانه. والله اوريكم، طب ما كل واحد ينام في سرير لوحده. قال لك لا، قال لك احنا خايفين والشقه مسكونه. وهو معلش اوسخ حاجه بقى في الشقه دي ان مفيش ستاير، يعني انا نايم مفيش ستاره، فطبعا انا بحب لازم انام ايه شبه الخفافيش، يبقى الدنيا كلها ضلمه. هما بقى على العكس، هما بيخافوا يناموا في الضلمه، هما لازم ان يبقى البتاع منور. صحيح. الواد عمال اخبط له في دماغه ما بيصحاش، اخبط له على دماغه ما بيصحاش، انتوا واكلوا قلم. احنا لسه هنهزر. النهارده الماء كام يا عمور؟ يا سيدي لتر. حطينا جرام ارجينين عشان يزود ضخ الدم شويه، وهنديله فيتامين سي. انت هتاخد النهارده 2 عشان انزل الميه زياده برضه لو في ميه، وعشان ما يجيلكش كرامبات. هو في ايه؟ يا اخي ايه ده؟ ده زائد بقى يا معلم، زائد ايه بقى؟ ده كالسيوم وكان شوية فيتامين زنك بقى، وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، عشان ايه؟ عشان يعرف ينام. دي هتاخد مثلا منها 3 في اليوم. دي كده ميكس حلو، ارجينين وفيتامين سي. هتحط فيها دي
طيب امسك الكاميرا، امسك الكاميرا. شد ده. قفلتها من غير ما توقف؟ ما قفلتهاش. اخد ايه؟ خد البتاع دي، خد لسه البرشام. بيفور يا ابني. لا خلاص خلص. فور اهو والله بيفور. لسه بيفور. طب يا عم خدها وخد بق عادي حتى عنه مفار. بس بس خد بالك، دي هتفضل عليها طول اليوم. انا عايز مناديل، معاك مناديل؟ لا المناديل اللي معايا كلها انت خدتها. مش هتاكل كرفس وبقدونس ليه؟ لا مش مستاهل كرفس وبقدونس ولا حاجه. طلبوا في التلاجة. عمورة ايوه مش هتفطر ولا ايه؟ لا انا فطرت، اكلت حتتين بطاطس وهفطر بيضتين. ايه؟ هفطر بيضتين كده لا مش هاكل، مش هفطر. جبت بس اكلت بطاطس اجيب لكم ولا عمر عايز فول طعميه؟ ماشي يا ابني الفكرة ان مفيش اطباق اساسا ناكل فيها. صح. انا نفسي لا انا لسه ما بحبش العك ده فاهمني يعني. طب اجيب ممكن لك ايه؟ طب من السوبر ماركت اجيب لك ايه ولا اقول لك احنا هننزل انا وانت صح؟ تعالى ننزل. طب ماشي، انا هاكل لي ممكن سندوتش واحد بس فاهم. ماشي ده اجيب الشيف هو بيعمل لي الاكل. عاوز النهارده كام 4 جرام ملح. 4 جرام ملح الهيمالايا بس. ادي في الهيمالايا، ما تحط في البتاع الصغيره دي، في الكوبايه الصغيره. لا ما ينفعش الملح هيلزق. ما انا كنت بحط في الكوبايه الصغيره كان بيلزق. يا اسطى ازاي؟ هو ازاي صح؟ بص افتح الكيس كله، اعمله كده. لا هو ممكن الكيس بيوزن اصلا، معاس الكيس نفسه بيوزن. هفتح بالعين. بص ده بقى عنده زواكي. جرام برضه. لا ما تبقاش اهبل. طب امسك الكاميرا كده، تعالى امسك الكاميرا، تعالى اعمل لك حاجه حلوه. امسك الكاميرا. هاتها وزنه لك كده. توزنه ازاي؟ هات انا بعرف. تعالى بس امسك الكاميرا. تعال. بص اشجيني. صفره. اذا انت ليه فشخت الكيس يا اسطى؟ يا عم ايوه انا عارف يا ابني، هما بالظبط 4 جرام اصلا، بس معرفش من. طب ثواني بقى احط ده الاول من غير بتاع. شيل. حط هنا يا ابني يا ابني ما تفكرش. هو يا اسطى حط كده يعني. سيب انا هعرف والله هعرف. انت قافل الكاميرا؟
دي يا ابني محتاجش ده. الفكرة ان انت مش حاطط اصلا بتاع على البتاع. خد بالك برضه انت ماسكه فهو مديله زي خفة. شيله حط، لا شفت مش بقولك؟ شيل جرام كمان بايدك بقى، بايدك مش لازم البتاع ده. تاني. شيل بقى، ماشي حط يعني ارجع خلاص بقى، كفاية لا كفاية. 3 جرام. ما انا فاهم، شيل وحط الكيس تاني. كام؟ مش بقولك شيل وحط تاني. وسع سعيد. كام؟ 4 ولا كام؟ وسع ايدك. بقى 5. 5 ولا بقى؟ ملح يا بضان. 4. بس يا عم خليهم 5 ولا نقلل؟ قلل سيكا. خلاص زي ما هو كده. البس. حط عينك في البتاع دي. بيفصل. لا انا عارف انها بتفصل. يعني ايه بيفصل؟ يعني الشاشة دي بتفصل. ايوه انا عايزها تفصل، انا عايزك تبص لها ايه. ايوه حط عينك. هو بيبقى انت بعيد دايما كده. ادوس على النقطة الحمراء. انت بس هو شغال. لا انا شغال اوريدي. لا هو طول لسه مكتوب REC ريكوردينج خلاص كده. تعالى معايا، تعالى وراك وانت تاكل ايه النهارده؟ هنشرب بطاطس. انا عايز كيس فرايد. لا انا عيني بتوجعني. كل ده هاكله؟ لا طبعا. عايزين موز النهارده تقريبا. موز. تعالى بس نبين المثال. افتح ليها في عينك، عينك بتوجعك. مش لما تغمض عينك التانية افتح ليها عادي. ممكن يا ابني انت وزن ازاي يا ابني؟ ده طبق موزون. لا مش وزن. عيب عليك يا ولد. ماشي. لا ثواني عشان احنا كده مخدناش بالنا. هي دي بقت كام؟ طب دي كده اقول 250 بطاطس. متأكد ان بطنك كويسة؟ اوريها لك. لا انا بكلمك على الهضم، على الهضم ذات نفسه. الهضم نفسه. كويس. هتديني 100 جرام؟ لا انا بقلل من 100. 80؟ مجاز. شوية ملح. ماشي براك. ارجع شوية. ثواني. ادي. لا بس ما تكترش. تبع البانيه. بام.
وعاملين ايه بقى؟ بص بقى الحته الشقيه دي. النهارده عاملين كده صغيره. لا ما تقطعوش. ليه؟ انا باكله كده بتقرف لما تقطع صغير. والله والله لا يا راجل. ده هو حلاوته كده، تحس ما فيهوش بركه. يلا بالهنا والشفش. سلام. هما طبعا جايبين سندوتشات ليهم، انا جايب النوتيلا والموز. قول لي بقى الوضع الاول. الوضع الاول هنا. الوضع ده مش الاول على فكره، ده مش الاول، ده العام. لا العامل اللي هو كده. ايديك تبقى نازله، واقف كده بس عليك كانك بتاع. ايوه بس رجليك مالت ازاي ما شاء الله. غريبة بقى ان بطارية الكاميرا عايزة تفصل، مش عارف ازاي، ما علينا. يا ابني انت بتتعس في الوضع ده؟ ارفع ايدك، ارفع ايدك، اقفلها على بعض. ايوه كده. مش قادر، رجليك بقت انشف بكتير. بص بص رجليك انشف بمراحل. جامد. بسم الله. انزل سيك كمان. هو ده. ليه ده؟ ليه موطي لقدام ورا؟ يد ظهرك مفروض. ايوه كده، جانبيات بطنك، جانبيات بطنك. ما شاء الله ياد حجم واد ايه ده مطرشه، ما شاء الله ما شاء الله يعني. وسمنته واد منفوخه نفخان. سمنته واد يا امي. قلت لك هنا في الوضع ده نام على ده. ايوه نام، نام عليا. هو ده. جامد. ساعد تراشفس ما شاء الله. احنا يعني ما شاء الله جامد اوي الوضع ده. جانبيات بطنك ما تنساهاش، لفلي جانبيات بطنك ما برضو ما. ايوه كده. ياد رجليك كبران ياد عن امبارح بكتير قوي ياد، ما كنتش متخيل ان هي تكبر كده. اسحب الفاكيوم. انزل بقى ايه، وضع الدر على طول، وضع الدر على طول. لحام انجز في الوضع ده عشان ساعتها مش هيبقى فيه وقت. هو يقول لك ايه، فاكيوم بوز او وضع الابز ان سايز، مش هيبقى فيه وقت. اسحب الفاكيوم. ايوه اعتمد الوضع ده لما يقول لك بصلي رجليك، رجليك مشدودة. ايوه جامد فشخ. انا عايزك تعيد وضع البطن ده تاني. اضرب وضع الدور. لما اقول لك وضع البطن على طول وضع الدور على طول، او هادي شوبان ده. ايوه رجلي في شيستك، انزل على شيستك وارس عليه. بعد كده قوم ساحب الفاكيوم. اسحب الفاكيوم على طول بقى. بس خلاص اعتمد الوضع ده. حبيبي معاه راحت قلبي وراه. بس الجثة اللي هناك معرفش اكون شايفين ولا لا. ده حب يغرق وانا نص ساعة. بصوا سبحان الله شكل السما عاملة ازاي.
الساعة 6 الصبح مش عارفين ننام. والبيل اللي اسمه سيف كان فاتح الغاز بتاع البوتاجاز. دخلت المطبخ شميت ريحة غاز بنت هرمة، ولقيت فعلا الغاز مفتوح. كنا هنموت مخنوقين والله. لو انا قفلت الغاز بسرعة وفتحت شباك المطبخ عشان ايه؟ انت سبب مصايب العالم كلها. انت لو مت مفيش مشاكل في العالم خلاص. بص صورت السما بقت عامله ازاي؟ تفتحش ايدك كده قلت لك. ايوه كده. صح، ظبطت انت حته ايدك دي. ايوه جدع. بين سنانك. انزل على رجليك. انزل على رجليك تاني. عيد وعد ايدي تاني وانت نزل على رجليك. ما تبصش لنفسك. ظهرك قلت لك تعمل ايه في ظهرك؟ جانبياتك. جامد. مفيش كرامبات ها؟ صدرك بقى مليان. هو ده جامد يا ما شاء الله. ولا مش ماسكلر. في وضع البطن بقى هز رجلك ها معايا ان شاء الله. جامد اوي ولا ده. ايوه يبقى اعمل بايدك كده. ايوه فاكر ويزلي؟ عارف ويزلي بتاع كلاسيك اللي كده دايما بيعمل كده؟ اديني وضع بتاع البطن قلت لك وهز رجلك. ماشي. وضع البطن. وضع البطن. ماشي. والله انت هتنسى ولا هتعمل كل ده اصلا. لا لا عيب عليك. عايزك ترقص يا باشا على المسرح. المسرح مسرحك كأن مفيش حكام. انت يا باشا طالع تحتل دي مش. ايوه هي القرصه دي. اديني سايد شيست. عايز سايد شيست. سايد شيست. ايوه التراي بتاعتك تمام. بس استعنا على الشعب بالله. اوه مش باينه يا اسطى الدنيا ضلمه. لا استنى بقى احنا نفتح الفلاش. استنى اللحظه دي لازم تتوثق. انا عمري في حياتي ما اكلت من عم شلتت ده. اقفله وافتحه تاني. عم شلتت ده ما فيهوش. مش في القاهره صح؟ حاج شلتت؟ لا موجود. مش في القاهره. مش في القاهره صح؟ لا بس انا ما شفتوش قبل كده. لا هو في اسكندريه بس. صلاة النبي. يا مراري يا ده كده امي. موت. تبدا بقى كده يا اخويا. يلا بينا. طاري. ده لسه كاتشب عليه تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى ما تغطس قوي عشان هيجيلك بواسير. وليمة. خير لعله خير. بص يا جدعان
عم دي حاجة تاني ده. الشلتت. بجد اهو ده. حط صوص. لا ده ايه رايك في عم شلتت؟ لا ايه رايك في عم شلتت يا عم؟ بيموت عم شلتت واحد بس. ادي كل ايه رايك فيها كده والله؟ زي خرا. الفطيره كانت طعمها احلى بكتير والله. هو العاق ده بصص لنا فيه، هدنا قررنا فيه نعيم فيه. يا عم بص شكلها عامل ازاي والله. يا ابني شكلها حلو بس طعمها مش حلو. يا عم انا طعمها حلو حلو، خالص. طعمها حلو، انا شايفها حلوه. بيبسي دايت برضه، بص اهم حاجه يبوظ، بس بص اهم حاجه بيبسي دايت. يا عم لا ده مقاطعه. مقاطعه حبيبي يا مقاطعه. معلم عمر يعني مفيش حاجة مصرية دايت صح؟ مش عارف. في كولا دايت. استنى ما تحكيلاش عشان نشوف الجريمه اللي بتحصل دلوقتي. بصوا يا جدعان، بص والله حكايه. بس هما بيتبطروا على النعمه. هما لو شافوا اللي انا شايفه. كان اخد البرجر في عين. بص بيبسي. فين ثواني. خليك عطشان. بصوا اعلان بيبسي يا جدعان. ايه بنزل رجلك يا اسلام. انت كده خليك عطشان. بص بيبسي. بتحايل عليه اديني واحده مش راضي. ساجد اسمع ابن الصوت. اسمع. نقفل الفيديو على اسمع كده. بس. يا عم انا هشمه. بيبيعنا فطير من عم شلتت. مالناش دعوه بالعبد ده. عيال مريضه والله. بس ده لا يمنع كرهي من عم شلتت بصراحه. انا ممكن اعمل لهم ستوري ونشوف لهم يا جدعان البيتزا وحشه قوي، وحشه قوي قوي يعني. هو حد وماش انا بس اللي مستغربه الفود بلوجرز يقول لك ايه اللي جه اسكندريه ومشي من غير ما ياكل من عم شلتت كانه ما جاش اسكندريه. لا انتوا كدابين يا ولاد الهرمه. طعمها معفن. ايه بشوف الكل شكلك. بس الكلسون لابس لي كالفلاح وانا قاعد هنا مستغطي بالجوانتي ولابس كوفيه ولابس 300 جاكيت فوق بعض والدنيا بايظه خالص. وعذرا يا جماعه على البيبسي الدايت اللي احنا شربناه، بس ما كناش غيره دايت يعني. لكن هو ستيل مقاطعه، مش عشان الدنيا ايه واخواتنا الدنيا هناك ريحت معاهم ما كان احنا ايه نرجع نشرب الحاجات دي تاني. هتفضل الحاجات دي مقاطعه ايه لحد الاخر. عندي برد ايه، كل بطوله قبل كل بطوله لازم يجيلي برد. مش كده سمكة قرش تخش تبلعهم ونخلص. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي داخلة على 10. المفروض ان احنا نصحى بكرة الساعة كام؟ 6 الصبح. هنروح 6 الصبح عشان ندهن التاني. مش عارف هنلعب الساعة كام بصراحة، بس احنا المفروض نبقى صاحيين 6. لا نبقى في الفندق اللي هتعمل فيه البطولة الساعة 6. فطبعا لازم نصحى الساعة كام؟ على الأقل 5. قلت لسيف يخش ينام هو وعمر. المفروض يخش ينام. قلت له ما تمسكش التليفون، معايا دلوقتي تليفون سيف. بس انا سامع من الأوضة بتاعتهم في صوت حاجة، في سيرفر التليفون شغال. فهل ممكن يبقوا صاحيين؟ السؤال صح. حاسسهم صاحيين. نخش وقت نقضي عليهم، اعمل لهم كبسة، ولو صاحيين هنركبهم.